الحلقة العشرين من مسلسل العتاولة. توقعات مهمة جدا لمسلسل العتاولة، ونجاة والزهايمر، وسترة لما تعرف إن نجاة جالها زهايمر. ده توقع 100%، وإن شاء الله هيكون صحيح إن نجاة ما جالهاش زهايمر ولا حاجة، وده كان تمثيل وباتفاق ما بينها وما بين بنتها دينا. فعشان إن هي تاخد الذهب والمجوهرات اللي سابتها سترة العترة معاها، وقالت لها إن هي تعين لها المجوهرات والذهب ده والسبايك الذهب. فلما شافت المجوهرات والسبايك الذهب طبعا طمعت فيها، والذهب زغلل عينيها، فأكيد ورته لدينا بنتها، واتفقوا على الاتفاق ده هي ودينا بنتها إن هي تعمل اللي هي عندها زهايمر عشان سترة ما تطولش عندها حاجة. عشان سترة، طب هي عندها زهايمر هتعمل فيها ايه؟ طب احنا هنعرف رد فعل سترة العترة هتعمل ايه. بس ده اكيد كان اتفاق معاها، مع نجاة ودينا بنتها. واللي قتل اخت عيسى الوزان ده اللي هنعرفه ان شاء الله في العرض القادم، لان في مفاجأة كبيرة جدا في قتل اخت عيسى الوزان، واللي قتلها هو عيسى الوزان. فده هنشوفه في المسلسل إن شاء الله في الحلقة الجاية. انتظروني في العرض القادم للحلقة كلها إن شاء الله في تمام الساعة 7:30 مساء اليوم. وبالنسبة للصورة دي، اللي هيعرف ايه ده يكتب لي في الكومنتات، لأن ده مش حمام ومش حمام كذاب. اللي يعرف الصورة دي ايه يقول لي في الكومنتات، ولو عايزين حتى الطريقة انا ممكن اقولها لكم في فيديو. بس بصراحة هو تحفة جدا، هو شبه الحمام فعلا، بس هو مش حمام ولا حمام كداب بالفراخ. وارجو الاشتراك في القناة ودعم